السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ترنج مع بعض كده من القماشة الفرو، اللي هي القماشة البولر، اللي الكيلو فيها ب120 جنيه. برضو ده احنا عاملينه من بواقي القماش. حتة كده برضو كانت انا جايباها وكانت متبقية من شغل. اللي انا عايزة اوصله لكم يا جماعة ان انتي يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، ان انتي لو معاكي حاجة ممكن حتة قماشة صغيرة ممكن تطلعي منها حاجة وتكون تستفادي بيها ان شاء الله. كده انا خدت عرض القماشة اللي انا عايزاها. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان القماشة الشتوي، الترنجات الشتوي احنا بنعملها واسعة، مش بنعملها مقاس جسم البنوتة بالظبط، بنعملها على واسع علشان بنعمل حساب التتقيل. يعني مش بتعمليها زي ما تكوني بتعملي فستان او بلوزة او كده، لا انتي بتعمليها اوسع من كده. اول حاجة خدت عرض الرقبة 6 سنتي، وبعدين خدت سقوط الكتف 2.5، وخدت سقوط الكتف، وبعدين خدت حردة الباط عملتها حوالي 19 سنتي، وعملت دوران الكم. وزي برضو ما شفتي معايا ما خدتش حاجة من الجنب خالص، علشان انا واخدة القماشة على قد الوسع اللي انا عايزاه، علشان مهدرش في القماش. كده انا بطبق القماشة بالعرض اهو، طبقتها الاول كده بالطول مرتين، وبعدين رحت خدت طول الكم اللي انا عايزاه، وهبدأ ان انا اطلع الكم بتاعي. برضو زي ما انا عملت طول الحردة الباط 19 سنتي، بعمل دوران الكم 19 سنتي بالظبط. بتطلع معاكي الطريقة دي كده مظبوطة، بتطلع معاكي الاتنين بيتركبوا في بعض من غير زيادات ومن غير اي حاجة. ده كده انا قصيت يعتبر الكمين على بعض. فتحت كده بقى الكم من تحت، وعندي طبعا هي القماشة دي فيها فراولاية كده حمرا، فأنا جايبة لها قماشة حمرا نعمل منها البنطلون، ونعمل منها الأساور والقمر والكلام ده. ده كده أنا هقصله زي زعبوط كده من ورا. عملت طوله حوالي 25 في عرض 20، هي عرضها مش أكتر من 20. هي عرضها هي 20، فأنا هكمل بكنار. تمام. سويت بس كده القماشة، وطبعا الحردة الأمامية بتكون نازلة معاكي كده لقدام شوية زي ما انت شايفاها معايا. بفرق الحردة الأمامية عن الخلفية بحوالي 3 صوابع اللي هي 6 سنتي. دي القماشة الحمرا أنا جايباها برضو، جايباها بواقي قماش، فهي جاية معايا فيها عيبة اهي، فيها يعني زي لون كده ممسوح شوية بس أنا دي هاطلّعها، هاساوي القماشة دلوقتي وهاطلّعها في الكمر بتاع البنطلون، مش هتبان معايا إن شاء الله. أديني أنا كده قصيت منها جزء، وبقية العيب اللي فيها ده هيطلع في الأستك، هيتركب مع الأستك. بس أنا مش ينفع أقصها كلها لأن هي هتأثر معايا البنطلون، لكن هي بعد ما اتعملت مش باينة خالص، مش باينة وشكلها حلو وكويس. أنا هاخد البنطلون ده البنوتة عندها 8 سنين. أنا خدت كده دوران الحجر حوالي مثلا 28 سنتي، وبتزودي الاستك بتاعك مقدار الاستك. وخدت كده البنطلون، رجل البنطلون، ونزلت من الحجر على وسع البنطلون زي ما انت عايزة. انا مثلا عملته من تحت عرض الرجل 15 سنتي. انت على حسب الموديل اللي انت عايزاه، لو انت عايزة موديل رجل واسعة، الموديل رجله ستريتش، كل حاجة على حسب ما انت عايزة بتحطي المقاسات بتاعتك وبتقصيها. هنا انا بقص القمر اللي تحت بتاع الترنج، طبعا احنا عارفين بنعمل عرضه آه اقل من الترنج بحوالي 10 سنتي. والطول بتاعه ان بعد ما تتنيه على الاتنين كده بنعمله مثلا 20، عشان لما تنيه على الاتنين يصفي معايا حوالي 10 سنتي. دلوقتي انا هقص الاساور للكمام برضو من نفس القماشة اللي هي الحمرا دي، بس اهم حاجة تكوني على المطة بتاعتها، ما تكونش عكس القماشة، ان انتي لما تركبيها تبقى الاسورة بتاخد وتدي معاكي زي ما انت شايفاها كده على العدلة بتاعتها، علشان تدخل ايد البنوتة بسهولة، ما تكونش مثلا ما تدخلش ايد البنوتة تكون بايظة. كده قصيت القمر وقصيت الاساور. هبدأ ان انا اقص الكنار بتاع الزعبوط بتاعي. بقص كده حتتين طوال هسويهم بس، وبتنيها على الاتنين، وبعمل الكنار بتاع الزعبوط هقفله بقى على المكنة.
كده إحنا قصينا كل حاجة فيه، أهو ده ما شاء الله ده شكله النهائي. ركّبت عليه رسمة كده بسيطة، رسمة علشان يعني تدّي له شكل كده ومنظر شوية. أنا قفّلت كده الكَمَر، ده الكَمَر و والأساور برضه بتاعته، وطبعًا كل مرحلة زي ما أنتم عارفين بنعملها over علشان يطلع معاكِ الشغل نضيف. وده تفصيله لو أنا هافصّله لزبونة يعني، أنا ممكن تاخدي عليه تفصيل 30 جنيه غير الرسمة مثلًا. في حد ممكن يقول لي قليل، هاقول لِك لأ، هي مثلًا لو حد جايب بواقي قماش أو جاي ياخد من عندِك القماش، عايز يوفّر، أنتِ عقبال ما تكلّفي الترنج ده، الترنج يلبّس من 6 ل8 سنين، هيتكلّف معاكِ حوالي مثلًا بتفصيله ممكن يتكلّف معاكِ حوالي 80 جنيه، بالرسمة بتاعته، لإن إحنا جايبين بواقي قماش أو هي بواقي عندنا من القماش، فهيتكلّف 80 جنيه بيتهيأ لي يا دوب 80، 90 جنيه في الحدود دي بالضبط. أنا مش حاسباها أوي، لإن هو ده الفستان الترنج ده البنوتي زي ما قُلت لكم. بس يعني بُصّي، مثلًا أنتِ ده 30 وده 30 وتعملي زبون وفي نفس الوقت حاجة سريعة ما بتاخدش معاكِ وقت. وإن شاء الله ربنا يجزيكِ عليها خير، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.